السلام عليكم. هنتكلم النهارده على ماتش الزمالك وفيوتشر. اول لقاء لاسامه نبيه كمدير فني. طبعا الناس وانا واحد منهم ان انا طلبت ان فيريرا بنقول له شكرا كفايه كده، لان كان باين من اخر خمس ست مباريات ضياع في التشكيل، ضياع في النتائج، سوء اداء رهيب. يعني بامانه كان عدم موفق ولازم كان يتغير. وطالبنا باسامه نبيه ان هو افضل الحلول المؤقته، لان هو اللي عارف اللعيبه وعارف اماكنهم وعارف مراكزهم واللي هيقدر يتعامل معاهم. طيب اول مباراه لاسامه نبيه لو حط التشكيل بيعمل ايه؟ طبعا هو لازم كمدير فني يكون عنده بصمه، يكون عنده لمحه، يكون عنده تغيير. لكن حضرته يجيلي يحط لي تشكيل باخر تشكيل فيريرا حطه، يعني انت عملت ايه جديد عن اللي فيريرا عمله؟ يعني ايه وانت نزلت التشكيل هتعمل بقى خطه تقول لفلان يلعب لفلان ولفلان يلعب لفلان يحصل تغيير في الخطه؟ ولا اللعيبه لو موفقه كسبت يبقى انت اللي عملت، اللعيبه مش موفقه ما كسبتش يبقى انت لسه بتجرب؟ طيب هنتكلم في التشكيل عامه. عواد في حراسه المرمى، من الشمال لليمين عبد الشافي هيبقى اخر مباراه وكان اساسي، حسام عبد المجيد جنب منه عبد الغني. المره دي سيد نيمار زي ما كان نازل لان المسلوسي ما لعبش اخر مباراه وما اعرفش النهارده مش موجود في ال 18. قدام منهم دونجا النص، دونجا، عمرو السيسي، امام عاشور، الثلاثه الثابتين الاساسيين يعني مفيش تغيير. على الشمال مصطفى شلبي، على اليمين زيزو، راس حربة الجزيري. طب ايه التغيير يا كابتن اسامه؟ هيبان النهارده في الملعب، هيبان النهارده بصمة أسامة نبيه. استحالة، ده هيكون اللعيبة. يعني هي اللعيبة لو لعبت رجالة كسبت، اللعيبة زي ما بتلعب و ما تأديش النتيجة هتطلع زي اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. نيجي بقى نشوف على مقاعد البدلاء. طبعا مصطفى محمد صبحي، عمر جابر، مصطفى الزناري، عبد الله جمعة، محمد أشرف رؤى، يوسف جعفر، ويوسف أسامة نبيه، وإبراهيم نضاي، وسمسون. خرج من التشكيل المسلوسي وده اللي علامة استفهام. الراجل زعلان من اخر مباراة، الراجل كان مأدي في الملعب كويس، الراجل اخد على خاطره ومش عايز يلعب، في حاجات كده غريبة بتحصل. فعايزين نشوف اول مباراة بقيادة الكابتن اسامة، وبعد كده نتكلم بعد المباراة وضعه كان ايه او ادارته للمباراة كانت عاملة ازاي. نتكلم بقى في النقطة اللي شاغلة الرأي العام وشاغلة الإعلام كله والفيسبوك والسوشيال ميديا. اللاعب الجزائري، هو اللاعب ده حد كان سمع عنه قبل كده؟ يعني أنا بصراحة أنا سمعت إن الزمالك بيتعاقد مع فلان قندوسي. مين ده؟ يعني أنا بيني وبين نفسي مش أبو تريكة يعني أنا مش أبو تريكة، مش بركات، مش لاعب لفت نظر الناس، احنا ما شفناهوش اصلا في افريقيا. هيقول لي لاعب محلي، ما هو لاعب محلي يبقى المصري احسن منه. هو اللاعب المحلي انا عشان اشتري لي ب 2 مليون دولار يبقى المصري احسن منه. هيعمل لي ايه يفرق عن اللي عندي؟ يعني احنا منتخب مصر اللي هم الاساسيين بتوعنا اللي يعتبر محليين، لو لعبوا المنتخب بتاع الجزائر المحلي مش هنكسبه. يبقى عندنا اللاعب المصري افضل من اللاعب المحلي اللي في الدول العربيه، لان احنا اعلى دوله عربيه في الفرق، في الانجازات، في التاريخ. ما تقوليش المغرب وصلت كاس عالم ولدرجه ما حدش وصل لها، دول محترفين واحنا ما عندناش محترفين زيهم. ما عندناش الا من رحم ربي محمد صلاح، الباقي مفيش محترفين، مفيش كوره في مصر، في فساد. يبقى انا اروح اجيب لعيب محلي ب 2 مليون دولار؟ طب اديني عقلك، انا اعرفه. طيب هات لي جميع الصفقات اللي الفرقتين الاهلي والزمالك اتخانقوا عليهم وراحوا جابوه بمبلغ وقدره ونجح. يعني ما بقولش صفقه انت راح تشتريها لوحدك وفشلت مع ان من ده كتير، لا، صفقه الاتنين كانوا بيحاربوا عليها. يعني مفيش صفقه او لاعب الاتنين حاربوا عليه وثبت وجوده. واول لاعب كان هو سبب ارتفاع الاسعار صلاح محسن، اللي لما جايب 42 مليون لاعب ايه وعمل ايه مع الاهلي والوقت فين؟ نتفرج عليه لما يجوا بعد كده نتكلم عليه. وانا بقول ان الاهلي خدم الزمالك اللي خلاه ما يروحش الزمالك. وشكرا لجماهير الاهلي.